انت عارف ايه اللي بيحصل وقت المغرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشرق وتغرب الشمس على قرني الشيطان. يعني احذروا الشيطان وقت المغرب، لان الشياطين في الوقت ده مع حلول الظلام بتبدأ تنتشر في كل مكان في الارض، وتدور وتبحث عن مأوى ليها، لانها بتنتشر انتشار هائل بأعداد لا يحصى لها. وهنا بيخاف بعضهم من فتك بعض، عشان كده بتدور على مكان تأوي ليه وتأمن فيه، وتجري بسرعة شديدة جدا تفوق سرعة بني آدم أضعاف مضاعفة. وفي منهم اللي بيأوى لإناء فارغ، وفي اللي بيأوى البيت مهجور، ومنهم اللي بيأوى الجماعة من الإنس قاعدين وهم طبعا ما بيشعروش بحاجة، وبيستخبى في وسطيهم عشان يأمن من فك إخوانه الشياطين اللي هم دلوقتي زي الرياح بالظبط وبيتجولوا في الأرض كلها، والبقاء للأقوى. وطبيعة الشياطين إنها بتحب تقعد في المكان النجس زي الحمامات وأماكن رمي الزبالة، أعزكم الله. ده كمان ممكن تصطاد وهي بتبحث عن المأوى طفل مثلا تأوي إليه وتتلبسه، وممكن تقعد في جسمه بعض الوقت، فتلاقي الطفل ده متغير المزاج ويبكي بكاء شديد جدا، وأهله يا عيني ما يبقوش عارفين إيه السبب. عشان كده ما تنسوش وصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بحفظ الصبيان وقت انتشار الشياطين. وهنا يجي دور البامبرز أعزكم الله. زي ما قلنا إن الشياطين بترغب بالنجاسات، فتلاقي في حفاظة الطفل نجاسة، فبيكون ده مشجع ليها على المكوس والإيواء، فتلاقي بعض الأطفال فجأة كده يصرخ ويبكي بكاء شديد بسبب إيذاء الشيطان اللي اتخذ منه مأوى ليه. ومن سرعة انتشار الجن وهي بتبحث عن مأوى ممكن حتى تصيب كبار الإنس. عشان كده لازم نحصن نفسنا ونحصن أولادنا وحمايتهم ووقايتهم، إن ما نسيبهمش يخرجوا وقت انتشار الشياطين، لأنها في الوقت ده ممكن تصطدم بجسم آدمي كبير أو صغير، فتلاقي بعض الناس فجأة أصابته كآبة أو خوف مفاجئ وهكذا. فلازم أذكار الصباح والمساء تقرأوها، وحصنوا أطفالكم بعد صلاة العصر وبعد أذان الفجر، وانتبهوا من وقت المغرب. الله يكفينا شرهم ويحفظ الجميع. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.